السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا شيماء اللي لاول مره يشوفني. النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفه الكنتاكي الخطيره دي. زي ما انتم شايفين كده الشكل بيحكي عن نفسه والطعم بجد هتعملوه هتدعوا لي. الفيديو بقى لو عجبكم النهارده لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل حاجه جديده عندي توصل لكم. شايفين بقى الجمال؟ شايفين كنتاكي ده ولا مش كنتاكي؟ قولولي. استنى بقى ايه تقولوا لي رايكم في الفيديو النهارده في التعليقات. ومش هطول عليكم، يلا نروح نشوف الجمال بتاعنا ده ووصفة كنتاكي الأصلي بكل سهولة ومن غير افتكاسات هنعملها ازاي. أول حاجة هجيب معايا الفراخ غسلتها كويس جدا، وهبدأ أجيب معايا سكينة حامية وأجيب الفراخ بتاعتي أقطعها. الفراخ بتاعتي هجيبها وزن قد إيه؟ من حوالي كيلو 300 لكيلو ونص، ما تزيدش عن كده. هي الفراخ عندي جايباها كيلو 400 وواحدة كيلو ونص. هقطع اول حاجه من عند الظهر كده وبالمقص عشان مش عايزه اهربد السمين بتاعي او يعني استغنى عنه. انا عايزه السمين معايا بتاع الفراخ. طبعا هنا بقى جبت الوراك. اول حاجه اهو بوريكم بعملها ازاي. حاطه جنبيه طبق هنا بوريكم اهو كل الحاجات اللي انا مش عايزاها بقى وهرميها هحطها في الطبق ده كده ايه استغنى عنها. الورك بتاعي قسمته، قطعت الدبوس لوحده وكمان سبت الجزء التاني اللي في الورك لوحده. شايفين الدبوس بوريهولكم اهو زي الفل جميل. هبدأ اشيل بقى الزوايد اللي هي بتبقى السمين والدهون اللي بتبقى في الورك، وبشيل الحاجات كمان اللي بتبقى في الورك اللي هي زي شبه الكبده شويه دي كده جوه، بحب اشيلها. بره طبعا بيعملوها بيها، لكن احنا حاجه في البيت بنعملها نظيفه فبنشيل الحاجات دي كلها. خلاص خلصت الوراك عندي هنا. ابدا اجيب الصدر بقى. هاخد الجناح بقطعه من اللحمه عشان تبقى دي قطعه. شوفوا احنا عملنا هناك 4 قطع، وهنشوف الصدر هنعمله على كام قطعه. خدت كمان الجناح هنا كمان بقطعه لحمه، والصدر بتاعي بقى هشيل اللي هي القفص الصدر الرقبه دي، وهاخد الحته اللي تحت كده البوزه بتاعت الصدر دي قطعه لوحدها، والصدر الباقي هنقسمه على 2. طبعا عايزه سكينه حاميه كده عشان السمين بتاعك بتاع الفراخ ما يتهربتش معانا. تمام. جبت بقى هنا بعد ما قطعت الفراخ بوله فيها ميه، حطيت ورق لورا، قرفه خشبي، كمان قرنفل وحبهان وربع كوبايه من الخل، ب3 معالق وهحط 3 معالق كبار من السكر بعصير ليمونتين زي ما انتم شايفين هنا كده. 3 معالق كبار من السكر، وهنزل بقى ايه ب3 معالق كبار من الملح، وكمان هننزل بعصير ليمونتين. طبعا الليمونتين انا غسلاهم كويس، وبس هتقلبي الاول وهتحطي الليمون. هنزل بالليمون وهنزل هسيب القشر بتاعه، مش هرمي القشر، لا هحطه في قلب الميه اللي هنعمل فيها الفراخ بتاعتنا. ده المحلول اللي هننقع فيه الفراخ لمده ساعتين 3. تمام. انا هنا سبتهم 3 ساعات، وبعد كده رحت هنعمل التتبيله السهله البسيطه اللي ما فيهاش اي افتكاسات زي ما انتم عارفين. انا هنا اهو عارفين حاطين كوبايه من الميه وكوبايه الا ربع من ال7 اب. انتوا دايما انتوا عارفين عني انا بعمل الكنتاكي بحط فيه 7 اب عشان يديك نتيجه زي بره. هنا هحط الشطه بقى، حطي زي عايزاه سبايسي زودي شطه. هنا حاطه 8 معالق كبار من الشطه. تمام. على معلقه ونص من الثوم البودر، على معلقه ونص من الملح، وقلب قلب الحاجات دي كلها. ورحت نازله بحوالي ربع كوبايه او نص كوبايه من الهوت صوص على حسب ما انت عايزه درجه السبايس بتاعتك ايه. وقلبت الحاجات دي، هي دي التتبيله بتاعتي بس ما فيهاش اي افتكاسات تانية. جبت الفرخه بتاعتي بقى وجبت كيس هنا، ورحت حاطه بقى كيس سندوتشات. الكيس اللي عندك لو زي دي اللي عندك ما عندكيش حطي في بوله وغطيها بستريتش ودخلي التلاجة. تمام. الفراخ اهي قعدت اقلبها كده في التتبيله بتاعتنا دي، ورحت قافله عليها ودخلتها التلاجة بيتها ليله. عملتها من بالليل ورحت عاملاها تاني يوم في الغداء، يعني تقريبا قعدت حوالي 24 ساعه في الحدود دي. تمام. كانت خطيره خطيره خطيره. الولاد عندي بيحبوها دايما. هي بقى الكفر بتاعنا هنعمله ايه؟ 3 معالق كبار من النشا على معلقه صغيره مليانه هرميه من الكربونات الصوديوم الكربونات على نص كيلو من الدقيق. الدقيق هنا طبعا ممكن تحتاجي ان انت لو هتعملي 3 وشوش كده او وشين زي ما هتشوفي دلوقتي ممكن تحتاجي تزودي شويه، بس اعملي نص كيلو الاول. لو احتاجتي ابقي اعملي بعد انا ما كده. رميتوش، لا الكيس هنا اللي كان فيه التتبيله حطيت فيه شويه ميه ورحت حاطاه على بقيه التتبيله نزلت الميه بتاعت التتبيله الفراخ في بوله والفراخ في بوله، وجيت خدت بقى قلبي الفراخ بتاعتك في بول في تتبيله الدقيق دي
قد ما تقدري. قلبي على بصي قد انا ما ما بمسكهاش تقدري، وما باضغطش بس عليها، ما تمسكيش قلب الفراخ وأنتِ قلب بتقلبيها قلب، عشان ونزلت تدّيكِ عشان اعمل الشكل طبقه اللي شُفتيه تانية في أول للكفر الفيديو. عشان بعد ما تديني زي بره قلبتها كده. حبة كتار نزلت في كده حلوين، التتبيله، في نزّلتها بينزلوا في في الميه المَيّة بس تاني طبعا ما ورجعت بتديش في الطعم الدقيق الحلو. تاني هتنزلي في علشان التتبيله أبدأ نفسها اللي أقلّب احنا تاني عملنا عشان فيها تدّيني الفراخ، طبقات واقلب. حلوة بصي انا ما مقرمشة بمسكش زي الفراخ، انا بتاعة بقلب الفراخ كنتاكي بالدقيق وبازوكا، بصراحة بكل تحفة بساطه، خطير ما بجد فيهوش من اي الآخر. حاجه. انت مش هتعرفي يعني تعملي جرّبي الخطوه الوصفة دي. دي بجد حطي وادعي لي. الدقيق في كيس شايفة وروحي اعملي الشكل خطير بجد. الفراخ نزّلتها بتاعتك في في المَيّة الكيس. تالت مرّة، حطي لو أنتِ قطعتين عايزاها بقطعتين واقعدي مقرمشة أوي ربي الكيس هتنزّليها على 3 قد ما مرّات، تقدري. عايزاها وسط هي بصي عشان هتنزّليها تاخدي الشكل مرّتين بتاع ومرّتين بره ده برضه نفس حلو لو الطريقه أنتِ اللي انا مش بعمل بيها بتقدري. كده. لو ما وبعد قدرتيش على كده موضوع التقليب معايا ومش طبعا عارفة تيجي الزيت بتاعي معاكِ، على النار، زيت حطّي كده غزير قطعتين جدا، بقطعتين يكون في كيس مغطي في الفراخ الدقيق بتاعتي. في انا كيس حطاه في واقعدي حله رُبّي الكيس ده جامد علشان أوي. يكون طبعًا أنا غزير. انا معايا هنا بس الزيت صورت لازم يكون اول غزير، شرط أساسي طاسه، الزيت بس لازم ما يكون الكاميرا ما غزير ويكون صورتش يعني فبوريكم. طبعا الزيت بتاعي مخبّي نار الفراخ هاديه، عارفة، افتح حاجه على البوتاجاز، وطبعًا بتقعد مسويّة من على نار 13 ل هادية 14 دقيقه، واطي، ما أوطى حاجة بتزيدش في عن كده. البوتاجاز تطلعها على تاخد شبكه معاكِ عشان تديكي حوالي قرمشه بره، 13 ما ل14 تحطيهاش دقيقة على مناديل بالضبط، ما ولا على تزوّديش عن حاجه، كده. تطلع هتدي معاكِ تاني طريه. بالشكل الخطير لكن اللي أنتِ على شبكه شايفاه زي ما ده، انا عامله كده، طول ما أنتِ شبكه الزيت الميكروويف، معاكِ اي على شبكه النار، عندك. الزيت بتاعِك بصي واطي. يعني صرفي نفسك اي حاجه. تمام. زي ما انت شايفه كده بصفي بقى كل حاجه في الزيت. بالنسبه للدقيق، بين كل تتبيله وتتبيله انا بنخل الدقيق علشان الحاجات دي هتبوظ لك الفراخ تاني. تمام. يعني والزيت شغال كده، خلصتي حطيتي، انخلي الدقيق وابدأي اعملي في التتبيله. كنتاكي ده بقى ولا مش كنتاكي؟ يستاهل منكم احلى لايك، وكمان قولي لي رايكم في التعليقات، وفعلا جربوه هتدعوا لي وانا واثقه من كده. اتمنى بقى الفيديو النهارده عجبكم، لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصلكم. ولو في اي استفسارات قولوا لي في التعليقات وهرد عليكم فورا. واسيبكم بقى مع الجمال ده واقول لكم بالف هنا ومع السلامه.